اشهر الاطفال في المغرب وكيفاش كيعيشوا حياتهم، ما بين وحده اللي مصاحبه هي امها وام اللي بدلات ليها بنت حياتها، وبنت اللي النهار الكحل عندها هو فاش امها كطيب ليها اللوبيا، وعمر وعلال اللي تزادوا بجرعه زايده في الكوميديا. اما واحد المراكشيه صارت كاسيطه الكلاشات. وبالنسبه للمراهقين فغنمشيو عند لينا البوغوصه اللي محمقه بنادم وهي في عمرها 15 عام، ولينا وحده اخرى ولكن هاد المره في عالم التمثيل، الوقت اللي ايا ستار باقي كتهضر بالزربه ديال التران. ونفرق عليك نعم سيدي المشاهدات في فيسبوك. في هاد الحلقه غادي نشوفوا كيفاش الدراري كيحققوا الشهره في مختلف دول العالم، وشنو كيديروا الوالدين باش يوصلوا ولادهم للشهره. مفهوم الشهره والطرق ديالها كيختلف من بلاد لبلاد وعلى حسب الوائد العائله، ولكن قبل ما نشوفوا اشنو كيوقع في الدول الاخرين غنضربوا طلع على المشاهير ديال المغرب، ونبداو باول مشروع سوبر ستار ياقوت الاب والام ديالها اللي واقفين معاها باش تدخل لعالم التمثيل والشهره، خاصه وانه منين البنت كانت باقا صغيره كان كيبان باللي عندها الطاقه وكتبغي تغني وتشطح. هاد الجهد اختارت الام انها توجهه في شي حاجه اللي غترجع بفائده على بنتها، وفعلا دازت في كليبات ومسلسل رمضاني وبرنامج رشيد شو، وفي الكونت ديالها تيك توك كيلقاو الفيديوهات ديالها تفاعل كبير مع الناس. ولكن الاكيد انه ياقوت ماشي بحال كاع البنات اللي في عمرها، بنت اللي كتحس بها زايده نغزه في القفوزيه والذكاء الاجتماعي وكتعرف مزيان دير بلاصتها، واهم حاجه عارفه راسها كيوت ووجهها ديال التلفازه تماما بحال لينا اللي خدات كارت ناسيونال على 11 عام وحاليا في عمرها تقريبا 13 عام، ولكن الشهره ديالها كتجاوز العمر ديالها بزاف، عدد متابعين كثار وتفاعل كبير، وباقي ما خدات حتى البيرمي. البنت دارت اشهار لوحده من اشهر الماركات ديال الطوموبيلات. لينا واخا صغيره كتحس بعقلها كبير، وهذا الشيء اللي كيبان من خلال علاقتها المقربه مع المشاهير. بل اكثر من هذا الشيء لينا داخله حتى في عالم السياسه، والعام الفايت تعطاتها صفه طفله برلمانيه، واللي ما عارفينش هو انه في المغرب كاين برلمان الطفل في الاطفال كيجيو يدافعوا على القضايا ديالهم. ولينا واخا صغيره ولكن 7 سنين هذه باش دخلت لعالم التمثيل من خلال مسلسل سر المرجان. اما ايا ستار ومن لا يعرفها فيديوهاتها ما كيفوتوش 4 دقائق ونص، وكيتميزوا بثلاثه د الحوايج اللي كيتعتبروا الخطه السحريه اللي كتجيب لها مشاهدات. كتبدا بلا لا ويا لالا وتهضر بالزربه وتزيد الموسيقى درمانه وبرطال في الخلفيه، وكتعصر لك فيهم الزيت البلديه شنو كدير ملي كتفيق حتى كتسالي يزغبك الله تعاود لها شي حاجه حيت اخبار كتلقاهم عندها فلاشين. اما الا عرضتي عليها شي عرس غير اولا ليها تقول للناس بلي الدجاج حالته، ديما جايين عندهم الضيافه على غفله ومطيبين لهم الشهيوات على قد الحال، وديما كتطلق زينها وحداكتها على الناس. ولكن واخا هذا الشيء ما عندك ما تسالها حيت كتنجح بمعدل زوين وما كتهبطش على 18 في الفروض. هاد البنت ما غاديش تيقوا الا قلت لكم باللي في عمرها 15 عام، وبزاف تصدموا فاش عرفوا عمرها الحقيقي حيت كتبان كبر بزاف، الشيء اللي خلى الناس ينتقدوها على اللباس ديالها. ولكن كاي بنت في عمرها فختنا مقطع الوراق هي امها مصاحبين بجوج وكلشي كيديروه بجوج، خاصه وانه لينا ما عندهاش باها اللي مع ولدات امها سمح فيهم بجوج لدرجه انه الام كانت باغا تنزحر، ولكن الدموع د لينا وهي باقا صغيره خلوها تجمع الوقفه وتقول خاصني نتبدل. مشكله لينا في الحياه ما عندها علاقه لا بقرايه ولا بدراري، ومحال اصلا واش كتهضر حتى مع الدراري حيت نهار وما طال وهي في الدار كتصور فيديوهات، وهذا الشيء بالشهاده ديال امها اللي كتقول انا كنعرف مزيان بنتي اشنو كتسوى، واللبس ديالها ما عندوش علاقه بتربيتها. والمشكل ديالها هو انه بنادم كيشفر لها فيديوهات وكيبدا يتخلص فيهم بلاصتها، الشيء اللي خلاها ما مره ما جوج تنوض تبكي قدام الكاميرا حيت بنادم كياخذ لها رزقها اللي هي براسها ما كتستافد منه والو، بحكم انه تيك توك ما فيش الفلوس من غير في اللايفات. اما في عالم المشاهير الصغار كاع فكنلقاو عمر وعلال وخالهم يحيى. عمر تحلف واش القرايه كتدخل ليه الراسو، ولكن تجيه الواي واي كيتسرح ليه اللسان مزيان، والمتابعين ولاو كيطالبوا من علال يولي رئيس دوله. وما تسولونيش علاش، فيديوهات اللي بداهم خالهم بالضحك حتى كيلقاو راسهم مشهورين هو وياهم، وهو نفس البلان اللي وقع لجيهان امها، بحكم انها بدات كتخلي البنت تصور غير باش تعلم تهضر مزيان، خاصه وانه السيده رباتها بعد ما سمحت فيها الام الحقيقيه ديالها، وما كانتش عارفه بلي البنت عندها مشاكل بزاف من بينهم التوحد. ومن نهار تشهروا جيهان عايشه الحياه السعيده ولاو عندها بزاف ديال الصحاب والناس اللي كيبغيوها. اما واحد رانيه كتموت على كرشها وعلى الماكله البنينه. هاد العائله البسيطه بزاف كتصرف عليها الام سميه، ولحسن الحظ انه الناس الجاليه ولاو كيصيفطوا لها الكادوات. رانيه بزاف كيحماقوا عليها وعلى هضرتها حيت ختنا كتخشى مع الماكله وكتنسى العالم، وعندها شي نويطات ديال المراه كبيره وتقدر تفرح بشنو طيبتي لها اكثر من نتيجه المدرسه. الام واخا فلوسها على قدها ولكن كدير ما في جهدها باش توفر احسن ما كاين لولادها. ختنا واخا كتبان قاصحه ولكن حنينه بزاف زبده لدرجه انها تقاتلات باش تدخل رانيا البريفي حيت عندها مشكل في التعلم على عكس خوتها اللي كيقراو في العمومي. ومن هي المراكشيه غير هي وخالها مطلعينها في تيك توك، وكاي مراكشيه ختنا فيها الضحك
اكثر من الجديه، وبحال والو تكون معقده خالها اللي كتشبعو حشيه الهضره وكجامات. ومني عارفه راسها ماشي بحال البنات اللي كيديروا راسهم كيوت، كتموت على اللوبيا بالقديد وكل لقات دير كوكوط المدرسه والله لا زقلاتها. ونقدروا نقولوا انه اختنا عشيره خالها حيت حرفيا ما كتفارقش هي وياه. ولكن تخيلوا معايا كون كاع هاد الشخصيات كانوا في دول عربيه اولا في دول اخرين في العالم، فحرفيا كانوا غادي يصنعوا ثروه خياليه اللي عمرهم غيحلموا بها في المغرب. حيت في العالم العربي عامه طريقه الشهره ديال الدراري الصغار كتختلف بزاف، فكتلقى مثلا مقدم في قناه طيور الجنه بحال بناتو شان يوتيوب وكيضربوا الملايين ديال المشاهدات بكونسيبت بسيط، مره بافلام قصيره حامضه ولكن كيعجبوا البعالك، اولا كيبداو يشاركوا المشتريات ديالهم مع المتابعين اللي عندهم. وعاد باهم داير شان يوتيوب اللي فيها اكثر من 23 مليون سبسكرايبر، ونفس الكونسيبت ديال ولادو كيديروا غير هو هاد المره كيبان معاهم، خاصه وانه مول قناه طيور الجنه براسو رجع ولادو كاملين مشاهير بوالو، هادشي من غير انه دخلهم لعالم الغناء. اما شافا قدرت توصل لاكثر من 45 مليون مشترك، وبعض المرات فيديو واحد كيضرب لها اكثر من 200 مليون مشاهده. هاد شافا الاماراتيه نقدروا نقولوا انه اكثر بنت مشهوره في العالم العربي، وبلا ما تسولوني شنو كيعجب الناس فيها حيت خصني نكون قدها باش نفهم، ولكن عامه كتشري كاع داكشي اللي الا طلبتيه لوالديك غيعطيوك عليه سلخه العصا، ووالديها مخلينها تحماق مع راسها وتجرب كاع داك التبرهيش اللي سبب لك عقده نفسيه في الصغر، وكتقتلك غير بالفقصه بكثره اللعب اللي كيشريو ليها واللي انت شايفهم في صغرك غير في سبايس تون ولحد الساعه باقي كتحلم بهم. وفي هاد اللحظه كنتالم في الصمت وانا كنتفكر فاش جدي راح ليا مونيكا حيت كتغني اخاصمك اسيبك لا حيت قال لك حرام. ودي جيت ندير لكم فيديو على البراش الملعقين تلقيت راسي مرجع السن تاع صدمات الطفوله، وخصوصا مع جوج خواتات وبنت خالتهم ما خلاو ما جربوا ما داروا حتى غيبان لهم البلان في الغناء والتصوير ديال الكليبات، ولمده 7 سنين وهما خدامين على القناه ديالهم، وغير بداو كيكبروا واحد شويه قلبوها تمثيل لدرجه بداو كيديروا مسلسلات ديالهم بلا ما يحتاجوا لشي سبونسور، وعامه حياتهم كدور غير على السفر والضحك والنشاط والحفلات. هذا الكونسيبت ديال القنوات البعالك من اكثر المشاريع المربحه، وخصوصا الى الوالدين كانوا ميسرين نوعا ما حيت كيقدروا يستثمروا مزيان في الفيديوهات والالعاب باش يصوروا داك الشيء اللي اغلب الوالدين ما كيقدروش يشريوه لولادهم. اما الا مشينا لامريكان ورجعنا للور واحد شويه غنلقاو على انه ابتداء من اواخر 2010 بداو العائلات كيصوروا فلوغات مع اولادهم، او الاولاد كيصوروا راسهم وكيحطوا فيديوهات ديالهم في يوتيوب، واخا كانوا المشاهدات مفرقعين الا انه حتى 2015 عاد باش هذا الكونسيبت غيوليو يديروه العائلات بهدف ربحي، خصوصا وانه في هذا العام غتطلق المونيتيزاسيون، الشيء اللي خلى الناس يشوفوا في الفيديوهات ديال الدراري مشروع مربح. فمثلا ريان كيتعتبر حاليا اغنى طفل في يوتيوب بثروه اللي كتجاوز 100 مليون دولار و38 مليون سبسكرايبر، واخا مؤخرا بدا كيموت ليه الريتش حيت خونا غادي وكيكبر، ولكن فاش كان في عمره تقريبا 4 سنين الفيديوهات ديالو كانوا كيوصلوا حتى ل 2 المليار مشاهده. واصلا مع والديه ذكيين وكانت عندهم شي بركه الفلوس فعرفوا مزيان كيفاش ياتيريو الدراري الصغار من خلال النوعيه ديال الالعاب اللي كانوا كيديروا لريان، ومن بعد ولاو هما نيت كيبيعوا اللعاب والحوايج والادوات المدرسيه ديالهم. اما اناستازيا واخا عندها ثروه قل من ريان واللي كتقدر ب 50 مليون دولار الا انه عندها متابعين اكثر منه ب 121 مليون متابع، وكلهم هاد القنوات كيعتمدوا على الماركات باش يتعاقدوا معاهم، نظرا لانه يوتيوب ابتداء من 2020 وبسبب الدعاوي اللي ترفعوا عليه من طرف العائلات فزيروا بزاف الشروط ديال يوتيوب بشكل كبير، الشيء اللي تسبب بخساره نوعا ما للناس اللي كيديروا هذا المحتوى. ولكن السبب اللي خلاني اصلا ندير هذا الفيديو ماشي هاد الناس اللي هضرت عليهم، وانما كيفاش في الشينوا الوالدين كيستثمروا في ولادهم، ماشي حيت باغيين لهم الخير اولا باش يعيشوهم مزيان، وانما باش هما يعيشوا في رفاهيه على ظهر ولادهم. الحلم ديال الوالدين الشناوه هما يدخلوا ولادهم لعالم الفاشن، فكتلقى مثلا بحال هاد البنت اللي في عمرها 5 سنين وباقي ما دخلت حتى للمدرسه ديجا تعلمت تبوزا قدام عدسات الكاميرا، وفي كل جلسه تصوير تقريبا كدوز 4 السوايع هي القليله، وكيخصها تعطي للناس الكبار الخاطر باش يديروا لها المكياج ويلبسوها اكثر من 30 لبسه. والطامه الكبيره انه البنت اصلا ما باغاش هذا الشيء وكتحس براسها ما مرتاحاش فيه، وبطبيعه الحال امها كتبدا تنهض فيها قدام بنادم، والبنت كيطلع لها الدم وتقول لها انا ما عجبنيش هذا الشيء، ولكن المصور كيقول بلي هذا الشيء كيدخل الوالدين في الشهر العيان واحد 6500 اورو، والى الدراري تشهروا كيوليو يشدوا فيهم والديهم حتى ل 125000 اورو، اللي بطبيعه الحال الدراري الصغار ما كيستافدوا منهم والو فاش كيكبروا حيت كلشي كيديوه والديهم. وفي ظل المنافسه القويه اللي كاينه في الشينوا على سوق الاطفال في الفاشن فكيخص الوالدين يربيو ولادهم بطريقه صارمه باش يقدروا يتختاروا من بين ملايين الاطفال اللي كيدخلوا لهذا العالم، وهذا الشيء كيسبب للدراري في ضغط كبير في حياتهم. ولكن تعيا ما تشوف ما عندك ما دير حيت اللي غيخافوا عليك هما نيت اللي مقيدينك لهذا الشيء، ابتداء من الريجيم اللي كيديروا ليهم باش ما يتزادوش في الوزن، وكيخصك تفطر بكاس الحليب وبنانه وكيكه بلا غلوتين وساعد الحبل كل نهار باش تخسر دوك الكالوريز اللي كلات البنت، وداك الشيء اللي الام كتنقصوا لبنتها من الماكله كتعوضوا لها غير بالفيتامينات والمكملات بلاص ما طيب لها اكل صحي، لدرجه انه في كل وجبه كتضرب البنت 8 الحبات باش شعرها وبشرتها وظفارها يكونوا مزيانين. كل دقيقه هي فرصه بالنسبه للام باش تعلم بنتها كيفاش تمشى باحترافيه. هذا
هادشي كامل في جهه، والساعات الطويله ديال التمارين ديال الرقص والموسيقى والسباحه والتمثيل في جهه اخرى. ومن بعد ما دختنا مشات لكوريا الجنوبيه وشفتهم كيفاش كيصنعوا مشاهير من دراري صغار ودايرين اكاديميات خاصه بهذا الشيء، غتقرر انها ترجع للشينوا ودير نفس الحاجه، مشروع اللي غيلقى نجاح كبير ويدخل ليها زباله الفلوس، بحيث انه في هذه الاكاديميه كيعلموك كيفاش تكون واجد العروض الازياء، وباش تدخل ليها كيخص الوالدين يخلصوا عليهم 4 المليون للعام مقابل 3 السوايع في السيمانه. وهذا الشيء ويا ربي غير يقبلوك تدخل عندهم، حيت مزيرين بزاف مع الدراري الصغار في الشروط ديال الانخراط، وحتى من المعلمين كيتعاملوا معاهم بحال ناس كبار وكيقصحوا معاهم في الهضره باش يديروا داكشي اللي تطلب منهم. ولكن اللي قطع على قلبي هو انه الاغلبيه في هاد الوليدات ما حاملينش هاد الشيء اللي كيديروا كيقولوها لهم بطيطه قدام الكاميرا. ولكن فاش كتشوف بحال هاد الام اللي والده 3 وما باغاش تخدم ومع ذلك عايشه في اللوكس على ظهر بنتها بعد ما كانت ربات بيت عاديه وراجلها خدام شيفور ديال الطوبيس، وباش توصل لهاد الشيء كيخصها تحرص على انه بنتها تقرا مزيان وتجي هي الاولى في القسم، وفي نفس الوقت كتمشي تمثل في الافلام ولي فوتوشوت اللي كيكونوا لمده 3 السوايع، الشيء اللي خلى بنتها تقول انها عيات وكسرت الارهاق. حيت من غير هاد الشيء اللي قلت لكم فالبنت كيخصها تتمرن على البيانو والتنس والصلصه، وهذا الشيء كيكلف الام واحد 15 مليون في العام كتخسرها غير على البنت. اما فاش كتكون شي مسابقات الجمال الدراري كيكحلوا بالعمى، حيت الله يخليكم كيخرجوا في المود ديال البرد باش يتمرنوا بلاصه ما يتكمشوا في دارهم، وكيكونوا لابسين حوايج خفاف بزاف، وبعض المرات الا كانوا البنات كيلبسوا غير الصايا، وكاين اللي يلاه في عمره 4 سنين وخاصو يكون بعقلو. وهاد البنت اللي وريتكم قبيله كيخصها تفيق معاها ل5 الصباح. في اول مسابقه ليها قالت لها امها موتي طيري، المهم تجيبي الميداليه الذهبيه في مسابقه الجمال. وبهذاك العيال اللي فيهم كيخصهم ما يكونوش كينقزوا بزاف باش يخليو الميك اب ارتيست دير لهم الشفر والمكياج، وراه انا اللي كبيره نهار كنلصق الشفر كتشدني الشقيقه، فما بالك بنت صغيره. ولكن اللي قطع لي قلبي في هذا الشيء كامل هو انه البنات كاملين اللي خسروا كلهم بداو كيبكيو، ما كتعرفهم واش حيت كيحسوا براسهم خايبات او حيت خايفين من والديهم. وصراحه الوالدين ما عندهمش الحق باتاتا يحطوا ولادهم في هذه الحاله، ومن الصغر كتدخل ولادك في عقلهم باللي هذا زوين وهذا خايب، حيت كنشوف باللي الدراري من صغرو خاصنا نقولوا ليه انت زوين بغض النظر على اي حاجه، ماشي تدخل ليه في راسو بحال هذا التخربيق اللي غيأثر على النفسيه ديالو. وبهكذا كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو. بحال ديما خليو لي في التعاليق واش الا بنتك ولا ولدك بغاو هذا الشيء وشفتي راسك غتدخل الفلوس غتقبل انه تخليه يدخل لهذا العالم، او حشومه دير العاقه على ظهر ولادك.